بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من مطبخ همزة الجزائرية جبت لكم واحد الوصفة سهلة مهلة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا واش عندنا؟ جبنا ريسيبيون حطينا فيها بيضة واحدة. هذه البيضة ما تخرجوهاش من الفريجيدار مباشرة وتخدموا بها، حطوها شوية في المطبخ حتى تسخن ومن بعد اعملوا بها باش تجيكم الوصفة ناجحة. جيبي الكاس الصغير اللي عندك ماشي كبير باسكو هاد لا كونتيتي ما تخرجش بزاف. كايلي نص كاس تاع زيت ونص كاس تاع سكر. بهذه الطريقه نص الكاس هذا تاع السكر تجيكم واحد ربع مغارف هكاك كبار، ونص الكاس تاع الزيت ثاني يجيكم حوالي 5 مغارف باش يجيكم نص الكاس. اللي حابه تكيل بالمغارف، ربع مغارف سكر، 5 مغارف تاع الزيت، ونص كاس تاع الحليب هنا ديري تاع الباط باش يجيك ثقيل شويه، وتقدري في بلاصه الحليب ديري ياغورت ناتور، ديري باطا تاع ياغورت ناتور تجيك ثاني تهبل وخفيفه من داخل. جيبي لافاني، اذا عندك السائله ديري السائله خير باسكو تعطيها واحد النكهه تحفه تحفه في الفم. انا ما عنديش السائله، درت هذه تاع الغبره بصح كونسونطري. جيبي مبشور الليمون، من الاحسن اختاري حبه تاع ليمون تكون طايبه باش تكون فيها النكهه وتكون فيها هذاك الذوق تاع الليمون. خلطي المزيج كامل مع بعضه بالفوي ولا بالباتور كيما تحبي. انا هنا راني مسرعت لكم الفيديو فقط، مي راني خلطتها بالفوي بيدي عادي حتى يمتزجوا هذوك المكونات اللي حطيتيهم كامل مع بعضهم، ويعود السائل تاعك عباره عن مزيج ابيض. تجيبي الفارينه تحكمي الكيله اللي كيلتي بها السكر وكيلتي بها الحليب والزيت نفسها تكيلي بها الفارينه، وعينك ميزانك باسكو ثاني الفارينه كاين نوع يشرب ونوع ما يشربش، نوع يقعد هكا شغل ما تدخلش فيه السوائل مليح. حطي يعني ديري عينك ميزانك وخدمي. كيس تاع لا ليفور شوميك تقدري ديري غير نص باش ما يتنفخولكش بزاف اذا حبيتي. انا هنا درت كيس كامل باسكو حبيتها تطلع شويه باش تخرج ليه هشيشه من داخل. للعلم انا مانيش راح نحشيها ومانيش رايحه نعسلها، هاد سبيعه العروس كاين اللي يديرهم معسلين ومحشيين وكاين اللي ما يعسلهمش. انا ما نكذبش عليكم نحب غير ندير لهم شويه سكر كلاسي من الفوق. تابعوا معايا دوك تشوفوا النتيجه في نهايه الفيديو. ديري الفارينه تاعك حتى تشعلك هذيك لاباط، نشفيها شويه باسكو راهي خفيفه. تقدري تزيدي لها شويه تاع نشا، 2 مغارف ولا 3 تاع نشا اذا حبيتي ثاني الخفه، مي حتى بلا نشا راهي تجي خفيفه على الكيف. لميها بعد ما تكوني خلطتي المزيج هذاك بالفوي تاعك ولا بالباتور، لميها بايدك بلا ما تعجنيها. هاد لاباط هذه ما تشتيش العجن، لميها فقط. بمجرد ما تلميها حطيها ترتاح وما تغطيهاش بالنايلون. بالنيلون ما كاين لها تغطيها، حطيها هكا فوق البلون دو طرافاي تاعك ولا فوق صرفيطه ولا ورقه طهي كيما هكا. خليها ترتاح مامبا 3 مينوت 4 مينوت وحطي الزيت تاعك يغلي. هذه الوصفه تحب الزيت يكون شويه سخون، حطيه ونقصي له النار وارجعي لاباط تاعك، ديري شويه يديك في الزيت وشكلي هاد الحرابش تاعك، ولا من الاحسن ديريهم حرابش هكا شويه طوال. شوفوا انا هنا في يدي راهم جاوني تقريبا قد كف اليد. فوالا حبيباتي، بعد ما تخلصي الحرابش تاعك كيما هكا تروحي للزيت. انا هنا ماشي انا اللي كنت ندير في الوصفه، يعني انا صورتها فقط. هادو الحرابش وجدتهم بنتي وراح تقليهم معاكم وانا نصور لكم ونوري لكم الطريقه. يعني وصفه ولا اروع تاع جداتنا تاع بكري، ورائحتها بسم الله ما شاء الله. القهوه تاع العصر تجي تحفه. بعد ما يغلي الزيت تاعك حطيها تتقلى، حاولي تحمريهم شويه مليح. كي تغلي الزيت نقصي لها باش ما يحمرولكش ويقعدوا لك عجين من داخل. فوالا شوفوا حبيباتي كي قلبتهم في المقله كيفاه جاو، يعني بسم الله ما شاء الله. انا عجبوني صراحه ما نكذبش عليكم، جاو تحفه. بعد ما طيبي لا كونتيتي اللي عندك كامل، هذه الكميه الصغيره راهي دير لك ما شاء الله يعني واحد 21 حبه. يعني تتقهوي اليوم وتزيدي تخبيهم للغدوه ان شاء الله، ولا كانوا وليداتك يحبوهم راح ياكلوهم. هنا انا واش درت لهم؟ شوفوا درت لهم غير سكر كلاصي من الفوق، ما حبيت ندير لهم حتى حاجه واحده اخرى باش يبقى الذوق تاعهم بنين، يعني ياخذوا هذيك النكهه تاع القارص وتاع لافاني فقط. كاين اللي يحبوا يفتحوهم ويحشيوهم بالعسل ولا كونفيتور، كاين اللي من فوق ثاني يديروا لهم الشيكولا. مي انا اعتمدت الوصفه تاع جدادنا تاع بكري هكا سامبل ما فيها حتى حاجه. تقدري تشربي بهم القهوه، تقدري تشربي بهم الحليب. شوفوا النتيجه حبيباتي، صدقوني الذوق ولا اروع. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. مع السلامه.